السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين. والنهاردة يومنا يوم مش عادي، يوم روتين بادئ بنار زي ما انتوا شايفين كده، وربنا يسلم ويعديها على خير. وانا اللي جبته لنفسي وانا اللي قررت اعمل كده، بس كانت غلطة مني. النهاردة انا رحت جبت شوية حاجات كده، رحت جبت خيار وبرتقان وطماطم وفلفل وليمون، وجبت كاباتشو زي ما انتوا شايفين اهو كده معايا، وجبت فراولة الايام دي اسعارها جميلة قوي، يعني اللي عايز يجيب بقى هنعملوها سوا مع بعض كده، ايه هنعملوها في فيديو تاني نعمله فيه مربى. وجايبة زي ما انتم شايفين كده ايه سمك بوري، نويت ان انا ايه والنية لله ان انا اعمل خلاص كده، يعني جات لي الشجاعة ان انا هعمل ايه، هشوي السمك في البيت وهعمل جزء منه هملحه عشان عايزة اعمل جزء بسيط كده فسيخ. فقررت ان انا ايه اشوي بقى في البيت. انا عمري ما بشوي في البيت، بس انا قلت كده ايه اعمل حاجة جديدة واغير يعني كده واجرب. إيه بصوا بقى كده انا بشطف السمك اهو زي ما انتم شايفين كده اللي هشويه. شايفين السمك طازه ازاي، وشايفين شكله، شايفين الخياشيم بتاعته من جوه حمرا ازاي، شايفين نضيفه وحمرا ازاي. انا لسه ما شطفتوش اساسا، يا دوب لسه هشطفه دلوقتي ولونه بيلمع. طبعا السمك اهم حاجه كده اما تجيبيه يبقى اللون بتاعه كده طازه، والفضج بتاعه كده بيكون بيبرق، ده تعرفي ان السمك ده كده معاكي طازه. الجزء ده انا اللي غسلته ده هشويه، وده هعمله زي ما انا قلت هملحه فسيخ. شايفين شكله كده ازاي. نعمله بقى في فيديو ان شاء الله تاني. النهارده احنا بس مع بعض كده هنشوي السمك ونشوفوا البهدله اللي احنا عملناها، عشان القرار اللي انا خدته ان انا هعمله كان قرار حلو قوي، يعني ان انا ايه كنت هدمر الدنيا. انا في العاده بشوي السمك عند الراجل، بس انا كده يعني الوقت كان بدري فقلت لا لسه بدري هشوي، كنت نزلت وجبت الحاجه بدري فقلت لا خليني كده ايه اشوي في البيت كده على مهلي. انا عندي شويه رد كده قلت اجرب واعمل، بس ما انصحش يعني حد ان هو يعمل الحركه دي تاني. طبعا انتوا شوي بقى الشوي بقى بالنسبه لشوي السمك، إيه انا غسلته زي ما شايفين كده وايه، وبحط عليه الرده صاجه بقى على النار واحط ايه السمك. طبعا النار لازم تكون عاليه، علي النار بقى كده على اخرها، ما تحطيش السمك والنار واطيه عشان تستوى معاكي. ما تقلقوش يعني انا برضك ايه يعني عارفه الشوي ازاي، بس ما بحبش اشوي عشان الدخانه في البيت طبعا. بس المره دي انا قررت اعملها، وللاسف يعني عملتها مع السمك البوري، والسمك البوري عشان بيبقى فيه دسم جامد فبيعمل دخانه جامده. طبعا انا فاتحه الشباك ومشغله شفاط وكله، يعني ما تقلقوش. بقلب كده الرده في الكيس زي ما بعمل في الدقيق، برضك انا بحب احطه في كيس كده وايه وابتدي اقلبه في قلبيه كده. انتي بتسهلي على نفسك ان انتي بتقلبيه حلو، ما بتمنيش ايدك بقى بالدقيق او بالرده زي ما انتي ايه. لو استعملتيه بايدك من الاول طبعا هتبقى ايه مطرح السمك وايدك مبلوله، هتبقى معاكي الايد كلها رده او دي. بصوا بقى انا حطيته كده على الصاجه، والصاج والنار عاليه عليه. الكميه دي هي اللي انا هشويها. هوريكم بقى شكل الدخانه كده وهي طالعه. انا مش عارفه اللي بيقولوا بيشووا السمك من غير دخانه ازاي بقى. انا بقى بقلبه لما اتاكدت خلاص ان هو استوى من الجنب ده، واقلبه الناحيه التانية. طبعا السمك كبير فبسيبه طبعا ياخد وقت كفايه على النار، مش بشيله بسرعه يعني. وبعدين بعد ما بيستوى معاكي على الناحيه بتقلبيه الناحيه التانية. بوريكم بقى ان الشباك هنا مفتوح وبيطلع الدخانه، ما تقلقوش يعني. انا بيطلع كلها البرد. بصوا كده كمان عملت فيه ايه بعد ما استوى على الناحيتين، بقيت احطه كده اوقفه على جنبه، يعني بوقفه كده عشان ياخد حتى الجزء بتاع الظهر كده يبقى برضك مستوي معايا من فوق لتحت. يبقى فيه شويه كده في الشوي بتاعه عشان يطلع معاكي كله مستوي.
وما يطلعش فيه حاجه ايه نيه. كده انا خلصت اول صاج كده، واحط بقى الباقي. انا حطيته بقى في صينيه كده عشان ايه، عشان يفضل سخن، واغطيه اهو كده زي ما انتم شايفين. هحطه واغطيه هيفضل سخن زي ما هو. وحطاه بردك ايه جنب الصاجة التانية، يعني جنب الصاجة اهي، عشان يفضل سخن كده وايه، والنار تبقى جنبه. هبتدي بقى ايه الخضار بتاعي بقى اللي انا جايباه، هغسله بقى عشان اعمل السلطة. الطماطم والخيار والفلفل. هو بقى شغال كده مع نفسه ويشوي يعني لسه. اهو شفتوا بقى النار عملت ايه، دخانة والنار. الدهون بتاعة السمك عشان هو فيه نسبة دهون، فطبعا جت على الصاجة فبتعمل زي ما شايفين كده النار. بس ما تقلقوش انا هطفيها. بس نصيحة يعني مفيش داعي لشوي السمك في البيت تاني، وانا مش هعملها تاني الا بقى لو في ظروف قاسية. يعني عايزة بقى تعمليه يبقى في مكان بره كده ايه، في حتة تكون فاضية، بلكونة، سطح، اي حتة بعيدة فيها تهوية كافية. بصوا بعد ما انا شويت السمك بقى هملحه ازاي. احط الملح عليه اهو، وبرش عليه بقى ايه كمان، هحط عليه كمون واحط عليه شطة. وانا عملت رز صيادية كده وحطيته على النار، بس ما صورتش بقى معاكم الرز الصيادية عشان انا صورته قبل كده. كفاية علينا كده الشوي وشكل الشوي والنار اللي كانت شغالة. هعصر بقى الليمون دي اخر حاجة. طبعا السمك بيحب الليمون، وخصوصا بقى ايه لما تحطيه كده مع السمك البوري. هو لسه سخن بقى، اقلبه على الناحية التانية كمان، واروح مغطياه بقى كده ويشرب بقى من الملح بتاعه ومن الكمون والشطة. انا ما ضفتش عليه حاجة تانية، لا خضرة ولا بصل ولا اي حاجة. انا بس كده استكفيت بالملح والكمون والشطة، واغطيه بقى وخلاص. على كده السمك بتاعي خلص ويومي في الروتين خلص. وجربوه بقى ايه، بس ما تبلاش تجربة البيت تاني عشان الدخانة يعني. يا رب كده روتين يكون عجبكم، ونكون اليوم بتاعنا. انا بقلبه الناحيه التانية اهو عشان انا ما وريتهولكمش وانا بقلبه الناحيه. شايفين كده هو بيعمل ميه مع نفسه عشان انا غطيته من غير ما تضيفي عليه ولا ميه ولا اي حاجه. هو كده البوري بيعمل معنا، ما يتحطلوش ميه، يتحطله بس الملح والايه والتوابل اللي انت عايزه تحطيها، شطه وكمون وليمون زي الراجل ما بيعمله بالظبط. وده كان روتيني بقى مع السمك البوري والشوي في البيت، والحريقه اللي كنت هعملها في المطبخ، والحمد لله عدت على خير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك عشان السمك البوري اللي كان